دي الصينيه عملت فيها الخطوات اللي انا قلت لكم عليها، وابتدي انزل بالخليط. شايفين القوام بتاعه؟ انا عايزاكم تركزوا في القوام ده جدا، لان ده اللي بيطلع معاكم القشطه ناجحه، والمطه بتاعتها بتكون كويسه. فركزوا لي بقى على القوام. انت هنا في الخطوه بتاعت صب الخليط دي لازم تكوني جاهزه وسريعه جدا علشان ما يمسكش معاكي. هبتدي بقى ارش على الوش رشه الزبيب وجوز الهند، وما تخافيش مش هتمسك معاكي، لان احنا دهنين زيت كويس جدا في الصينيه وفي الكيس بتاعي، علشان نكون ضامنين ان هي مش هتلزق. هرش رشه جوز الهند ورشه الزبيب، وهدخلها التلاجة تاخد بتاع ساعتين 3 كده، على حسب بقى ما تلاقيها كده شدت ومسكت معاكي وبقت كويسه. لو قعدت نص يوم برضو يكون احسن، مفيش اي مشاكل، بس يكون في التلاجة مش بره التلاجة. وهتبتدي بقى بعد ما تخلصي الخطوات بتاعتك دي وتخرجيها من التلاجة، زي ما هتقعد بقى زي ما تقدري تقعديها، قلنا من 3 ساعات كده، قعدتها نص يوم على حسب يعني، ما تستعجليش عليها قوي. هتخرجيها وهنبتدي ان احنا نقطعها مش مكلفة خالص، والكمية بتاعتها بتكون حلوة جدا. يعني بالنسبة للأسعار اللي بتكون بره، وبتكون حاجة نظيفة وانت عاملاها بايدك وعارفة هي معمولة ازاي ومن ايه بالظبط. دخلها بقى التلاجة ونقطعها مع بعض بعد ما تخرج. هنا خلاص خرجت. الخطوة دي برضو مهمة، وانتي بتقطعيها لازما تدي للسكينة بتاعتك دهنة او مسحة كده من الزيت، علشان تقطع معاكي بكل سهولة. شايفين؟ احنا علشان امنا نفسنا كويس ودهنا الكيس والصينية، مفيش حاجة لازقة. هي بس لازقة من الاطراف اللي هناك دي بس، برضو هتفك عادي جدا، مفيش اي مشاكل. اهم حاجة دهنة الزيت اللي انتي هتدهنيها للسكينة بتاعتك، عشان تكون سهلة معاكي في التقطيع. هتقطعيها بقى وتقدميها بألف هنا، واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.